السلام عليكم. النهاردة جولتنا في المنتزه بعد التطوير، واللي أثار فضول ناس كتير قوي يعرفوا إيه اللي حصل في المنتزه، ويا ترى التطوير ده اللي بقاله سنين خلاه أحلى ولا قلل من قيمته. وده اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو، وهنتفرج على المنتزه والحدائق كلها اللي جواه، وهنشوف كل المنشآت والقصور اللي موجودة فيه، وهنعرف إيه التطورات اللي حصلت فيها، وهنشوف إيه الجديد اللي اتضاف للمنتزه. احنا كده لسه عند البوابة. من أول ما تدخل وتلاقي الوسع والشجر والتناسق الجميل بين الشجر وبعضه، والمسافات المحسوبة ما بين كل نخلة والتانية. بصراحة روعة في التصميم، بجد تسلم ايد اللي صمم المنتزه أصلا. ده اتجاه إجباري لليمين للباركينج لو انت داخل بالعربية. وده حقيقي من أسوأ الحاجات اللي حصلت بعد التطوير، لأن الأول كان ممكن تدخل بالعربية وتلف براحتك في كل مكان، ولو عايز تركن في أي مكان بتركن وتتمشى، وبعدين ترجع لعربيتك في أي وقت وبتبقى قريبة منك. لكن حاليا موضوع إن الركنة إجباري ده بقى صعب جدا بصراحة. اللي عدت دي منطقة العجل، تأجير العجل بيبقى في أول المنتزه بعد البوابة على طول. هنا طبعا الجناين في كل مكان. كده على الشمال واحنا داخلين بنلاقي فندق ناريمان، ده فندق جديد في المنتزه، ده من ضمن التطورات الجديدة، مكانش موجود قبل كده. ده صهريج المية وهنشوفه من قريب أكتر. كانوا بيخزنوا فيه المية أيام عهد الملك فاروق والملك عباس حلمي، بس طبعا هو دلوقتي أثر يعني مش بيتم استخدامه. في الوقت ده كان بيتم ري الجناين كلها، لأن احنا الصبح بدري يعني. كده احنا داخلين على منطقة الباركينج والجراجات. المنطقة دي مخصصة لركنة الأتوبيسات الكبيرة اللي هي جاية برحلات مخصوصة للمنتزه من القاهرة أو من محافظات التانية، بيبقى طبعا في رحلات مخصوصة للمنتزه. فده الباركينج بتاع الأتوبيسات. ده قريب برضو من الباركينج بتاع السيارات العادية العربيات. الباركينج واخد مساحة كبيرة جدا، بصوا، ودورين كمان، هو مش دور واحد، أو كمان 3 أدوار تقريبا. بعدين بنطلع من منطقة الباركينج، بنلاقي الشجر الأثري ده. الشجر ده بقاله أكتر من 100 سنة موجود في المنتزه، وبيعتبر طبعا شجر أثري محدش يقدر يقطعه ولا يقرب منه. كده منطقة الباركينج ورانا في ظهرنا، وهو هنشوف هنا صهريج المية أو خزان المية قصادنا. المنطقة دي عالية نسبيا، فهوريكم من هنا هنقدر نشوف قصر المنتزه نفسه الأساسي. هنقدر نشوفه من هنا، بس احنا طبعا لسه هنروح عنده يعني هنشوفه بالتفصيل. اهو كده ظهر قصر المنتزه. في كل مكان في قعدات، في برجولات. طبعا غيروا الأسفلت العادي اللي كان في الطرق، وبقى اللي هو الانترلوك ده علشان
عربيات الجولف. بصوا التناسق بجد والله العظيم، مناظر مريحة جدا للعين وممتعة. في المنطقة دي عملوا سوق مفتوح لكل مستلزمات بقى الصيف أو خدمات البحر. هتلاقوا في الصيف هنا كل الخدمات. المنطقة التحفة دي اللي احنا داخلين عليها دي هنلاقي فيها عربيات ترام. هي عربيات الترام دي مش شغالة، هي يعني العربيات القديمة اللي كان شغال بيها الترام زمان. بس في المنطقة دي تحديدا هنشوفها برضو من قريب محاكاة لمنطقة محطة الرمل الأساسية. شايفين أهو المبنى اللي في نص المحطة والساعة هنشوفهم برضو من قريب. والمكان بيضم 4 عربيات ترام. بيقال إن كل عربية هتبقى يعني كافيه في الصيف برضو، لأن كل الخدمات حاليا لسه مش شغالة. نشوف هنا بقى، بصوا النخل والشجر يعني معظم النخل محطوط عليه الإضاءة بتبقى بالليل روعة روعة بمعنى الكلمة. بجد من أحسن حاجات في التطوير بتاعة المنتزه الإضاءات الجميلة اللي عملوها فيه. بعدين هندخل على منطقة الملاعب، ملاعب تنس وطايرة، في تراك للجري كمان، وملاعب كرة قدم. كل لعبة ليها كذا ملعب. منطقة الملاعب يعني متحوطة بسور لوحدها، منفرد لوحدها تقريبا، برضو بقى ليها رسم دخول لوحدها. طبعا كل الأماكن اللي بفرجكم عليها هي لسه لحد دلوقتي مش شغالة بنسبة 100%، لأن لسه لحد دلوقتي لسه في تطويرات وشغل وأعمال وكده، يعني لسه في حاجات لسه ما خلصتش. بس نقدر نقول إن هو خلص بنسبة 98%. كده منطقة الملاعب هنا قريبة من البوابة القبلية للمنتزه، اللي هي كانت على طريق القطر الأول اللي حاليا هيبقى المترو. بندخل من البوابة القبلية دي بنلاقي الملاعب على يميننا، وبنلاقي المسجد ده على شمالنا. هنفضل ماشيين على طول هنلاقي منطقة البحيرات الناحية دي. هنشوف قد ايه منطقة البحيرات دي جميلة جدا، واسعة، مناظر بصراحة تريح العين جدا. قعدت في كل مكان حوالين البحيرات. وانت قاعد عند البحيرات ما بتبقاش شايف البحيرات بس، انت كمان بتبقى شايف قصر السلاملك، وبتبقى شايف برج الساعة الخاص بالمنتزه. في براجولة جميلة هنا شكلها تحفة، حاطين كمان بط في المية، وفي شوية وز كمان. شايفين الممشى التحفة ده بيطلعنا على قصر السلاملك الناحية التانية. هما 3 بحيرات ب3 مستويات، كل واحدة بتصب على التانية. ده المكان حواليها. طبعا المكان بالليل بيبقى أروع وأحلى. خلال الفيديو ده تقدروا تكونوا فكرة عامة عن المنتزه ككل، وتقرروا هل خروجة للمنتزه وتقضية يوم كامل فيه تستاهل السفر والانتقال، ولا هتبقى تجربة سيئة وما تستاهلش.
كده إحنا ماشيين بقى في طريق على قصر السلاملك. أحب أقول لكم إن الفيديو ده هيبقى له جزء تاني، هنشوف فيه بقية المنشآت بتاعة قصر المنتزه أو منطقة المنتزه ككل، لإن إحنا كده لسه ما شُفناش حاجة. الطيور طبعًا في كل مكان، وأنا سايبة لكم الصوت الأصلي بتاع الفيديوهات علشان تسمعوا كل الأصوات اللي حواليّا، أصوات طيور وأصوات مَيّة، أصوات الطبيعة. كده إحنا قريبين من قصر السلاملك، وهو حاليًا فندق طبعًا، بتديره مجموعة ريكسوس بتاعة الفنادق، تقريبًا وهي اللي بتدير كل الفنادق الموجودة في المنتزه. وبكده يكون خلص الجزء الأولاني بتاع الفيديو، استنوني في الجزء التاني.